رسميا غياب مروان عطية عن مواجهة المصري بسبب زواجه. غياب مين وانت صدقت؟ الكابتن كولر بيطلب مروان عطيه وحطه في القايمه بتاعه الماتش بتاعه بكره. والله العظيم مروان عطيه ده صعبان عليا على قد ما انا فرحت له، بس برضو انا مش عارف لعيبه الاهلي ليه بتحط مواعيد جوازها في الفترات دي. يعني محمد هاني كان قبله، دلوقتي مروان عطيه. استحملوا بقى، كولر مش هيحلوا. الكابتن مروان عطيه عمل حنته تاني يوم لعب ماتش بيراميدز، دلوقتي بقى امبارح كان فرحه وبكره هيلعب ماتش المصري. ازاي ما اعرفش؟ انا بعتب على كولر في حاجه. طب انت يا عم كولر دلوقتي مش عايز تدي اللاعب اجازه علشان جوازه؟ طب كنت رحت مثلا حضرت له الفرح، رحت يا عم الصبح كده النهارده مثلا الصبح كده رحت له في الصباحيه وباركت له، كرمشت له 100 جنيه في ايدك ولا حاجه وقلت له دي صباحيتك يا مروان، ابشر يا مروان دي الصباحيه بتاعتك وانا جايب. يعني انت اللي رحت له فرحه، ولا رحت صبحت عليه، ولا رحت باركت لمراته وعايزه يجي يلعب كمان تاني يوم؟ يا جدع سيبه يفرح وانبسط، الولد لسه دخل على منعطف تاريخ. ولكن انا مع كولر قلبا وقالبا. هو كده كده يا جدعان مروان عطيه ما حدش يطلع يلتمس له العذر، لان مروان عطيه محدد فرحه وعارف ان هو عنده فرح وفي فتره صعبه جدا للنادي الاهلي، عارف ان هو هيتجوز وتاني يوم هيبقى في التمرين. هو ده قدر اللعيبه الكبيره او اللعيبه اللي بتنافس على بطولات. ف بص يا مروان، انا بالنسبه لي انت لازم تركز الفتره ديت في الماتشات بتاعه الاهلي. خد الدوري، بعد الدوري بقى يا عم مروان خد العوامه البطه بتاعتك، وخد يا عم الحله بتاعه المحشي او الممبار، وخد كده الترمس بتاع الشاي، واطلع يا عم روح بقى اقعد مثلا في جمصه او في سيدي بشر او في راس البر، في الحته ديت يعني، وصيف يا عم واعمل اللي انت عايزه، واقعد شهرين عسل يا عم مش هنقول لك حاجه. فرسميا مروان عطيه في القائمه بتاعه الماتش بتاع بكره، ولا غنى عنه ولا غنى عن مروان، لانه لاعب جامد جدا.